قوموا اتسحروا. لا اتسحروا انتوا وماليش نفس. طب كل اي حاجه عشان تعرف تصوم. لا ماليش مزاج اكل. ساعات بنتعامل مع السحور كانه وجبه بنسد بيها جوع الصيام وبس، او هاكل مع اللي بياكلوا وخلاص، ماليش فيها اي نيه تانية ولا حتى انا شايفها عباده. يعني ما بتسحرش مثلا عشان النبي قال تصحروا فان في السحور بركه، والحديث رواه البخاري. فبسبب اكله السحور دي تاخد بركه في صحتك وعافيتك وصيامك طول اليوم. او انك تصوم مثلا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والحديث موجود في صحيح الألباني. فبسبب السحور الله وملائكته بيصلوا عليك، وصلاة ربنا على عبده معناها الرحمة ليه، وصلاة ملائكته معناها الدعاء ليه. الملائكة بتدعي لك، ربنا بيرحمك، قاعد عمال تتسحر ورحمات عمالة تنزل وبركات، وكمان ملائكة بتستغفر ليك وبتدعي لك. فالسحور مش روتين يومي، السحور عبادة لله. حتى فعلا لو مالكش نفس كل حاجة خفيفة، عشان انت مش بتسد جوع وبس، انت بتعبد. ومجرد سحورك مع خطور الصيام في بالك انك هتصوم بكرة، دي كده نية للصيام.